انتوا عارفين ان علم الاعشاب او الهربل ميديسن علم فعال جدا، لانه زمان كان هو العلاج قبل اختراع الخلطات الكيميائيه اللي بنسميها ادويه. في عشب انتشر عليها الكلام والترندات، ما بتبقاش فاهم ايه الصح من غلط. وزي ما عودتكم اني هتكلم معاكم من منظور طبي. التغذيه العلاجيه بتكون من اهم واجباتها انها تعيد للجسم العمل بشكل متوازن وصحي. وفي رحلة مريض متلازمة القولون العصبي اللي بيجي بمشاكل تهيج قولون عصبي مستمر زي الآلام في البطن أو الإسهال والإمساك، بيكون الحل في التغذية العلاجية والبعد عن بعض الأكلات العنيفة اللي بيصعب هضمها. فبنصح المرضى بتوعي باستخدام جذور القسط الهندي لتأثيره كمطهر للجهاز الهضمي، وبيتخلص من المشاكل الهضمية مثل عسر الهضم والانتفاخ والتهابات المعدة. القسط الهندي بيتميز ببعض الخواص العلاجية التانية، زي انه مضاد قوي جدا للالتهابات ومضاد للميكروبات ومسكن للآلام، لاحتوائه على مركبات عطرية اسمها التريبتينات. ده غير ان في دراسات اثبتت انه بيحسن المناعة وبيقي من سرطان المعدة او قرح المعدة والاثنى عشر، لاحتوائه على نسبة عالية جدا من مضادات الأكسدة. وطريقة استخدامه اللي احنا بناخد معلقة كبيرة على الريق الصبح كل يوم مع مشروبك المفضل.